اقسم بالله ما انا عارف كل الزملكاويه دول عاوزين ايه من الشعب المصري، سواء اذا كانوا لعيبه ولا مسؤولين ولا اعلاميين. خد عندك مثال لسه حاصل طازه، الكابتن العالمي احمد حسام ميدو بعد ما صحى من النوم وطص وشه بشويه الميه وشرب شفشق القهوه بتاعه ففاق، فكتب الخبر ده وانا هطلعه لك جنب هنا على الشاشه تشوف. بيقول: تحدثت في برنامج الريمونتادا عن ان بيراميدز اعار 10 لاعبين هذا الموسم. كويس يا سيدي، جبت سبق صح، حاجه تشكر عليه. طب وبعدين؟ بالمخالفة لقوانين الاتحاد الدولي واللائحة الأساسية للاتحاد المصري، وهو ما نقلته عن البيانات الموضحة على موقع ترانسفير ماركت، وهو واحد من أكبر المواقع وأكثرها مصداقية في سوق الانتقالات. واليوم تلقيت مكالمة من زاهر المدير الإداري لبيراميدز. طيب المكالمة بتقول لك إيه يا سيدي؟ قال له: والذي أوضح لي بأن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن هناك 3 لاعبين مثل محمد وادي انتقلوا للمقاولون بيع نهائي وليس على سبيل الإعارة. يا راجل اقسم بالله انتوا حرام يعني تطلعوا من البيت. يعني واحد زيك بيقول على نفسه عالمي، وللاسف الشديد جماهير الزمالك شايفينه انه اسطوره، مع انه ما حققش حاجه في حياته او في مسيرته الكرويه. يعني ما انتش محمد صلاح، ما انتش هاني رمزي. هاني رمزي نجح اكتر منك في الاحتراف. في ناس كتير جدا زملكاويه للاسف مقتنعين بيكم بيسمعوه، تطلع تضللهم اللي امبارح والنهارده تطلع تضللهم تاني برد تاني. ما عدناش عارفين مين الصح ومين الغلط. شفت تعليقات فبتقول طبعا انت شربت شاي بالياسمين، وفي تعليقات تانية يعني بتوديك في كوكر. يا عم الحاج حرام عليكم كده والله، الزملكاويه دول حرام عليكم. انتوا بتقهروا المشجعين الغلابه اللي مقتنعين بكلامكم، اللي بيسمعوا منكم ويقعدوا يرددوا كلامكم. حرام عليكم، ضيعتوا الناس، قهرتوا قلبهم. والله العظيم انتوا بتقهروا قلب الزملكاويه، حرام عليكم والله.